يا مساء الفل او يا صباح الفل على حسب ما بنشوف الفيديو. فيديو النهارده بريفلي كده وبالمختصر على ماتش مصر اللي زعل الكل، واللي الكل يعني متضايق بسببه. طبعا قبل اي شيء انا الفيديو ده ما بتكلمش على المكسب او الخساره. الفيديو ده انا بتكلم عموما على كونسبت الكوره. Logic of football. Football is a game only. Football is only a game, and everybody's seeking to football just to distract himself and run and get out from his depressions and life hardness. فبالمعنى الحرف الكلمة الفيديو ده انا منزله عشان يعني اتكلم في المكسب والخساره طبعا، بس الفكره الثانيه والاهم ان لعبه الكوره احنا دايما كنا بناخدها لعبه ترفيهيه. بنهرب من حياتنا، بنهرب من ضغوطاتنا، بنشجع فرقنا، بنحاول لو حصل اي مشكله في حياتنا بنحاول ننساها عن طريق الكوره. او هقولها مثلا بالمعنى مثلا بطريقه تانية او بمخرج تاني، اللي هو لو في اي مشكله مثلا في بلدنا بنحاول نهرب منها عن طريق الكوره. بنقف مع بلدنا وكل حاجه، بس بنحاول نرفع عن نفسنا عن طريق الكوره. فان انت تدخل في الكوره دي عنصر السياسه وعنصر المفاجاه زي ما بيقول المشجع، وعنصر التفضيل وعنصر الانحياز، وخلاص انت بتقول للناس ان هي خلاص مش هتبقى رياضه عادله تاني، او مش رياضه فير تاني زي ما هم واخدين الهاشتاج كاس العالم. يعني ده مش كويس للمشجع وللبلد ولا لاي حد. Football was always a hobby, was always the way that people will escape from their hardened pressures and seek to it to escape from these things. If you're gonna take these things from the game itself and you're gonna make it like perfectly a political favoritism game, this will not be football anymore. So there is no use to make the World Cup anymore. بالمعنى الصح برضه تاني، ما ينفعش تدخل الكلام ده كله. انا مشجع بروح اشجع بلدي وشايف بلدي بتأدي كويس جدا جدا جدا. طبعا شرف لينا ان احنا وصلنا اصلا للمستوى ده. انا بالنسبه خلاص احنا عدينا دور ال 16 وصعدنا كمان، يعني الدور اللي بعد دور الثمانيه. بس ان انت تفضل تكسر في بلد، وزي ما بيقولوا تليفونات رايحه وتليفونات جايه والكلام ده كله، علشان تطلع بلد لعيبه مفضل ليك او البلد نفسها مفضله ليك، ده مش صح. في اللعبه اتشهرت شويه طبعا وخدت افق عاليه جدا وخدت صيت عالي جدا، ستيل هي لعبه ولازم تضل لعبه ولازم تضل حاجه مفضله للناس. ما ينفعش اخد منها نقطه الرفاهيه. وبرضو حتى الحاجه الوحيده الناس بتهرب منها بعيدا عن السياسه، بعيدا عن الضغوطات، بعيدا عن اي حاجه اقتصاديه في الحياه، هتدخل لي فيها برضو الاقتصاد والسياسه والكلام ده كله، يبقى بقت لعبه ازاي؟ يبقى بقت وسيله ترفيه ازاي؟ يبقى بقت وسيله مثلا قياده او وسيله اقتصاد زي اسبانيا ازاي؟ طول عمرها لعبه رفاهيه، لعبه جماعيه، لعبه عادله، لازم تفضل لعبه عادله. بعيدا عن مصر، بعيدا عن الارجنتين، بعيدا عن اي حاجه، ما ينفعش تفضل لعيب فتفضل منتخبه فتفضله على منتخب تاني، فتبوظ سمعه منتخب تاني، فتبوظ فرحه منتخب تاني، عشان انت عايز تفضل لعيب او عايز توصل لعيب ما. دي بالنسبه للعبه نفسها او للبتاع. ما ينفعش لعبه عالميه جماهيريه زي دي تبقى انحيازيه لبعض اللعيبه على حساب لعيبه تانية، حتى لو اللعيبه التانية اللي انت نحست عليهم افضل، فانت برضه عايز تكسب اللعيب اللي انت عايزه او الفريق اللي انت عايزه. دي بالنسبه للعبه او وجهه نظري في اللعبه. بالنسبه لمصر، احنا طبعا احنا فخورين بفريقنا، احنا وصلنا للمرحله دي، ان احنا وصلنا للليفل ده للعب. وده حاجه احنا بقالنا سنين بنقول ان ما بنسجلش في كاس العالم وبنطلع من اول دور، ان احنا نعدي اول دور وثاني دور. وبالنسبه لي زي ما قلت، احنا اوريدي عدينا ثالث دور بس بسبب القرف اللي احنا شفناه ده. دي حاجه جامده جميله لمصر وشرف للعيبه بجد. يعني من زمان ما شفناش طريقه اللعب دي، ومن زمان ما شفناش الجديه والمتعه الكوره زي ما بنقول في اللعب بالطريقه دي. فانا فخور بمصر وفخور بان احنا وصلنا للنقطه دي. وان شاء الله ان شاء الله البطولات اللي جايه نحاول نثبت نفسنا اكتر واكتر واكتر. وفي نفس الوقت يعني بجد حاجه تخيب الامل لما منتخب بيتعب بقاله شهور عشان يكسب حاجه بالبطوله، وانت في غمضه عين تضيع يعني مجهوده. دي حاجه وحشه. ف it's not fair. You have to reconsider these things. You have to reconsider this kind of referee judgments and referee decisions and these things, because it's not fair. Like a country team or like Egyptian team is like suffering and training and these things for the past few, even if it is 6 months, if it's not a year, to just achieve some kind of like a success on this tournament, and you by the blink of an eye you just remove this and like let your favorite team win. That's not fair. Like that's not fair at all. I wish that the FIFA team will have a look on these things and just try to give
and to make it again a fair play as we used to know football game. And that's all I just needed to say about these things. And that's it. Thank you so much for listening. See you in the next video. Bye bye.